يقلع الطفش. يا دكا المدير يبغاك. ايش المدير؟ لا يمكن انه اكتشف اني سرقت ايفون ولده. ايش لا لم اسرق اشي. سرقت شي؟ ماني فاهم ايش تحدث عنه، بس ايش يبغى المدير؟ يبغانا نمسك واحد يظن انه فرد من عصابة بابلو اسكوبار. ليتس جو مان. بس هذا غريب شوي، من متى المدير يكلفني بذي المهام؟ بيش هو يكرهني؟ لا جابوا بدالها غير. كذا لن يكتشف اني سرقت ايفون ولده. اصبح الحماس حماسين. ليتس جو. بس فين البصلة؟ على الاغلب بيكون في مكتبه. لنمر عليه. جاهزون يا أطفال؟ هاي كابتن. لا أسمعكم. هاي كابتن. من يسكن البحر ويحبه الناس؟ سبونج بوب سكوير بانكس. لونه أكبر مربع حساس. سبونج بوب سكوير بانكس. لو كنت تبحث عن مرح البحار يا هطف، يبغاني المدير حالا. تهيا للسطح وكن كالبحر. وذا شاهد سبونج بوب. يا اخوي ترى كبرت على ذو الكراتين. البارحة شفتك معلق على احد فيديوهات توم اند جيري. ها هو موجود من الأثباتات، موجود صوت وصورة وأوراق وثائق كلها معي. مش انا، اخوي الصغير اللي علق. ما تكتب. بس ترى كاتب اسمي دكا، احب هذا الكرتون بشدة، وكمان فطيرة غبي. بس على الاقل ما اتابع كرتون يدعم الشواذ، على الاقل راسي مش زي البطيخ. القوم الحين يا راس البطيخ. ترى سبونج بوب اغلب مشاهدي اطفال يا طفل، ولا تنسى اختك اسمها لطيفة يا بطاطا. خلاص فهمنا انكم تتابعوا كراتين، بس مو عيب. العيب هو انك تخجل بالاشياء التي تحب فعلها ولا تشاركها مع الناس. ايه معك حق. من هذا المنبر اقولها وبدون استحياء، انا احب سبونج بوب واحب سلطع برجر، وانا احب توم اند جيري، وخصوصا احب الجبنه اللي ياكلها جيري. يا مبزرة. سجلت فيديو بنشر في التيك توك. امسك قبل ان ينشر. تعال يا بطاطا. خذ الزفت. احترموا انفسكم، تراكم في برق استخبارات، مو في ساحة معركة قاعد تضرب انت وهو. اعتذر. والله عندما نخلص من هذا بفرشك ياك. بطاطا. المهم اليوم امسكنا بدليل قاطع قد يودينا الامساك بهذا المجرم، وقد حددنا موقعه مستقبلا، والمطلوب منكم فقط ان يا غبي لو ما تحذف فيديو بفرشك فرش. على جثتي. والله عندما نخلص من هذا بفرشك ياك. بطاطا. لما نخلص بنتكلم معك. انت معي الحين؟ معك. ايش كنت بقول الحين؟ قلت لما تمسكوا بالمجرم عذبوه، بعدين اقتلوه. يا هذا اللي قاله صح؟ قلت امسكوا بالمجرم واحضروه لغرفة الاستجواب واستجوبوه وخلوه يعترف بمكان الصفقة اللي راح تجرى فيها ومتى ومن حيكون الطرف اللي حيستلم الصفقة. مفهوم؟ مفهوم. يلا اطلعوا برا. يلا احذف الفيديو. لا 2 seconds later. سلم نفسك يا بطاطا. انت محاصر. لن تمسكني وانا حي. خليني بشوت عليه وننهي من هذا السكالولو. ايش قلت؟ انت سكالولو. نعم مان، الا شرف سكالولو. انت سكالولو وامك سكالولو واختك كمان سكالولو. احترم نفسك. اوكي يا غبي. معلش ناديني بالغبي ولا تقول لي سكالولو. يا هطف، من الافضل لك ان تسلم نفسك لانك حاليا تحت تصويب القناص. لو اني الان انطق واقول له بيرمي عليك لتصبح الحين في ارمي عليه حالا. لا توقف. منو قالك؟ بس انت سمعتك تقول ارمي عليه. انا ارعب فيه عشان يسلم نفسه فقط. يعني بشوت عليه لكي ارعبه؟ لا انت احمق ولا ايش؟ لا تقتله. يعني انك لا تريد قتلي. بطاطا. بس يا غبي بعد السلاح. بس يا زعيم هذا مجرم، خلينا نتخلص منه. لو ابغى اتخلص منه لقلت لي بصله اتخلص منه حالا. حاضر يا زعيم، ارمي عليه حالا. أوه شات ماي جود.
لا ترمي يا غبي، منو قال لك؟ بس أنت سمعتك تقول أرمي عليه. يا أغبياء، إيش بكم؟ ما تفهموا؟ الحين إحنا نبغى فقط نهدده، ما نبغى نقتله. أنت خايف تقتلني يا دجاجة. الحين في يدي شخصين مسلحين، لو أبغى منهم أن يرموك بالرصاص لقلت يا فطيرة ويا بصلة شوتا عليه. إيش سويتوا؟ بس أنت اللي طلبت من بصلة أن يرمي عليه، فهو قال لي يلا نرمي عليه. ليش تكذب؟ أنت رميت الأول. احلف أنني أنا اللي رميت الأول. لا، كيف أحلف؟ أصلا أنت اللي قلت يلا نرمي عليه. بس أنت اللي شت اب يور ماوسس. ليش أنتم أغبياء لهذه الدرجة؟ من الصبح وأنا أقولكم أننا نحاول تهديده، مو قتله. بس لو إحنا جايين على أساس نخوفه، ليش شايلين أسلحة معانا؟ لو شلنا بدلهم عصاية بنضرب فيه لين يحترف. إيه معك حق، بس ليش؟ يا أغبياء، ترانا إحنا محققين مو مربي خرفان. بس اسكت بس. الحين إيش بنقول للمدير؟ قتلنا الدليل؟ أعتقد أنه حيفصلنا، أو الأسوأ حننسجن بتهمة قتل شخص. إيه أنت؟ مين؟ أنا؟ وفي غيرك؟ يلا ارفع يدك الأعلى. ليش؟ إيش سويت؟ ارفع يديك واسكت. من حقي أن أعرف إيش السبب. ليش تمسكني؟ شو هو السبب؟ إيش تسوي يا هطف؟ اسكت بس، أعطيني قلم. إيش؟ أعطيني نظارة المجرم كمان. والحين نسيت أن تضع الخانة اللي تحت أنفه. يشبه كل شيء إلا المجرم اللي قتلناه الحين. والحين تحسبني مجنون؟ تبغاني أسلم شخص غير المدير؟ هذا لو شافه من بعيد بنقفط. الخطة بسيطة، احنا نسلمه للاستخبارات وحنتولى مهمة استجوابه، وبالمثل اننا نستجوب فيه، بعدين نقول له ما بغى يتكلم لانه سكران، ومع ان المدير مركز مع زعيمهم فحيتجاهل هذا الشخص فيقول لنا احبسوه الليلة وغدا بنحقق معاه. بس ماذا لو اعترف للسجان أنه الشخص الغلط وأننا تعدينا عليه؟ بسيطة، هو في الأساس حيسجن في زنزانته اللي هي في الأصل قريبة من بوابة المخرج، حنرسل بصلة في الليل ويهربه. بس ماذا لو اشتكى بنا؟ حنروح في 60 داهية. بسيطة، بنفتش في ملفات هذا الشخص ونكتشف أقرب شخص إليه، زوجته، أطفاله، صديقه، وبهديه بهم، وكذا ما راح يتكلم. بس يا أخي عبقري، والله عبقري، أفضل خطة تسويها. أوكي يا هطف، بننفذ فكرتك لأننا في كلتا الحالتين حنسجن. يلا حطه في السيارة. حاضر يا زعيم. يا غبي، ليش تضرب فيه؟ هو اللي ضربني الأول. يا غبي. هيا فطيرة، إيش فيه؟ ماذا لو الخطة فشلت ونقفط؟ ليش أنت بصر بزيادة؟ يا أخي تعال. لنرجو فقط ألا نكشف. أنكم أمسكتم بالمجرم. هيا غبي، منو لا تتكلم معاه. إيش؟ أقصد ما أبغى تفسد مودك مع واحد مجرم كذا. خليك مروق وروح لمكتبك وخلي أصحاب التخصص يقومون بمهمتهم. بس أبغى ترى هذا الشخص ينرفزك، ما نبغى نشوف مديرنا يزعل. يلا على ذا الكلام الحلو بخليكم تقومون بمهمتكم. والحين شو نسوي؟ حنا ناكل شت، أنا حاسس بيها. تاكل شت؟ خلينا الحين مروقين لشوية وقت، بعدين أنت روح للمدير. إيش جابني هنا؟ تبغى تقتل؟ لا عادي، من الصبح أنا أبكس فيه، بس وجهه يستحمل. تحسبه كيس ملاكمة؟ تعال بطاطا. عطنا لايك يا اخي، عطونا لايك يا اخي، عطنا لايك، عطنا لايك، مش منطق يا اخوان، ترى ميبش هذا. انا والله العظيم ما معصب لي المقعد اشوف يا اخي، عطونا لايك يا اخي. مرة أمسكت شخص كان يقتل ضحاياه بضغطاتهم على بطونهم، تصدق؟ فأنا لما أمسكت به صار لي شهر وأن أحقق معه عشان يدلني على مكان الضحايا. بس مرة لما وضعت في زنزانته لقيته دغدغ نفسه وقتل نفسه،
تصدقون؟ يلا الحين اذهب للمدير. أنا حاسس بناكل شت. يا أخي ليش ما تخلي بصلة يذهب لعنده؟ يلا اذهب. أوكي. هلا بالمحقق الشطور. هلا بالمدير الحبوب. يلا ايش صار على القضية؟ احترف لكم الحين؟ لا، هو حاليا في حالة سكر، وإحنا لما نسأله ما يجاوب، ومرات يتكلم كلام عشوائي. اوكي معلش، حطوه في زنزانة وبكرة بنحقق معاه. أوكي يا زعيم. ايش بهذا الأهبل؟ قربت تنجح الخطة، يلا قوموه أو احملوه أفضل. حاضر يا زعيم، يلا معي. قلت لكم حتنجح الخطة ولا نقفط، بس أنتم بكاياس. يا غبي. دقيقة بس. المحقق دكة. انكشفنا خلاص. ايش بك؟ انت اوكي؟ لا فقط نوبات هلع تجيني من فترة لفترة. اوكي، بس خليني اشوف وجه المجرم. لا تلمس وجهه. ها؟ بسبب فيه داء الكلب فخفت يعضك وتصاب به. يلا يا جماعة خلينا نودع الزنزانة. في شيء غريب يحدث. ها؟ ايش اللي تتحدث عنه؟ ترى كل شيء عادي. بس يمكن ما في شيء، بس انا فقط لتخيل الموضوع. يلا بسرعة يلا. الحمد لله كدنا نقفط. يلا افتح الباب. فين أنا؟ مو أنتم اللي تعديتوا علي؟ هد البوكس، تبغى تقتله؟ يلا الحين نذهب ونخلي باقي العمل على بصلة. هاي كابتن. بس يرحم أمك لا تجيب العيد فينا. لا خليها علي. The next day. والله حاسس أن هذا اليوم حيكون أفضل يوم. هلا بالجميع. يلا قل، فين ذاك الحمار الآخر؟ فينه؟ ما أدري والله. إيش اللي يحدث؟ امسكوا به. شت